أسئلة مرحلة الرضاعة في كتاب الامتحان 2024 رقم 19. طبعا احنا حلينا الأسبوع اللي فات أسئلة المرحلة الجنينية الحصادي. هنحل مع بعض أسئلة مرحلة الرضاعة. طيب، بيقول لي هنا في رقم 19: تنساق بعض الأمهات وراء مصطلح جديد للتربية، وهو التربية الإيجابية، ويعني أن يترك للطفل حرية الاختيار والتصرف. فعند محاولة الرضيع أن يمسك الأشياء بيديه، لا يحاول الآباء منعهم من ذلك حتى تنمو قدرتهم على التصرف والاعتماد على النفس. طبعا هنا حتة ان انا اترك للطفل حرية الاختيار والتصرف، ده معناه ان انا بحاول ان انا اعلمه يستقل بنفسه، ودي طبعا احد الصفات الايجابية. في نهاية مرحلة الرضاعة بيتعلم الاستقلالية في نهاية السنة التانية، والثقة في نهاية السنة الاولى. والمثال هنا بيشير الى الاستقلال، لان انا بديله حرية الاختيار والتصرف. ماشي، لما بيجي يحاول يمسك حاجة بإيديه، الآباء ما يحاولوش إن هم يمنعوه. يبقى إذن كده أنا بعلمه الاستقلال الذاتي. طيب، رقم 2 اللي هي رقم 20: أثبتت بعض الدراسات علم النفس النمو أن مرحلة المناغاة عند الرضيع. مرحلة المناغاة دي يا جماعة، تلاقي الطفل الرضيع كده بيصدر منه أصوات مش مفهومة، يقول جا وبا وده، اللي هي الألفاظ اللي موجودة هنا ديت. الألفاظ ديت اللي بيحاول إن هو يقولها، واللي ما بتبقاش مفهومة، واللي بتبقى عبارة عن صرصرة أو مناغاة ديت. طبعا محاولة منه لأنه يتكلم. ماشي، هو بيبقى عايز يقول كلام، بس الكلام هنا ما بيبقاش مفهوم، بتبقى عبارة عن أصوات عشوائية. فده طبعا أحد مظاهر النمو اللغوي، لأن المثال هنا بيشير إلى الكلام. أي نعم، الكلام مش مفهوم، بس هنا دي بداية النمو اللغوي عند الطفل في مرحلة الرضاعة. رقم 21: أشارت بعض الممارسات المجتمعية في مجال النمو إلى أن هناك مرحلة نمائية يعجز الطفل فيها عن إخبار شعوره، لأنه لم يفهم بعد معنى المخالفة أو الإساءة، فهو لا يفهم معنى فقدان الشيء أو الإخفاق في أمر ما. طبعا المثال هنا بيشير إلى الشعور الداخلي، إخبار الطفل ما يشعر به، لأن النقطة دي لسه مش فاهمها خلاص. فإذا هنا المثال بيشير إلى النمو الانفعالي. تمام، عدم قدرة الطفل عن التعبير عن مشاعره الداخلية، يعني عدم قدرة الطفل عن التعبير عن عن انفعالاته. تمام. طيب، رقم 22: حذر الدكتور محسن علي استشاري العظام الأمهات، وقال إن جلوس الطفل في فترات طويلة في المشاية يتسبب في حدوث تشوهات بالساق، كإعاقته في الحركة أو حدوث التواء أو ما شابه ذلك. يبقى إذن هنا الكلام أو المشاكل ديت هتأثر على النمو الجسمي عند الطفل. ماشي، المشاية بتاعت الأطفال ديت بتعمل له تشوهات بالساق، وممكن تعمل له التواءات أو مشاكل في الحركة. يبقى إذا ده النمو الجسمي. رقم 23: أكد بعض المتخصصين في علم النفس على أن النمو في هذه المرحلة يكون عمود الارتكاز لحياة الطفل فيما بعد. تمام. مرحلة النمو السريع في الجسم، ومرحلة ظهور تغيرات وتطورات كثيرة وملحوظة في الجسم، طبعا ده بيكون في مرحلة الرضاعة، وطبعا ده بيأثر على مراحل العمرية اللي جاية اللي لسه هنتكلم عليها، زي مرحلة الطفولة المبكرة والمتأخرة ومرحلة المراهقة. 24: أوضح بعض المتخصصين في النمو الإنساني أن هناك مرحلة نمائية يبدأ فيها الطفل بإصدار أصوات تلقائية، ثم يزداد عدد المفردات، ويرتبط ذلك بمستوى الذكاء وسلامة الجهاز العصبي لديه. ويقصد هنا المرحلة اللي بيبدأ يظهر فيها النمو اللغوي، بيبدأ يظهر فيها. تمام. بيبدأ يظهر فيها، وبتبدأ تزداد عدد المفردات، يعني المصطلحات اللغوية. يبقى إذن أنا بيتكلم على النمو اللغوي في الرضاعة. 25: تتأثر الغدد الصماء بمعدل النمو وتنمو موازية له، يزداد حجم الرئتين والجهاز التنفسي والهضمي، ويبدأ الطفل في نهاية هذه المرحلة بالتحكم في عملية الإخراج بنسبة ضعيفة. يبقى إذن هنا الاعتماد على النفس نسبي، الاستقلال نسبي هنا وليس كلي، وينمو في فمه أيضا القاطع.
يبقى اذا انا بيتكلم على الغدد والرئتين والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، يبقى بيتكلم على النمو الجسمي. النمو الجسمي في مرحله ايه؟ في مرحله الرضاعه. هتيجي تقول لي ليه مرحله الرضاعه؟ هقول لك هنا لان هنا بيقول لي ايه؟ التحكم في عمليه الاخراج بنسبه ضعيفه. يبقى اذا هنا الاعتماد على النفس نسبي، والاعتماد النسبي على النفس والاستقلال النسبي ده بيكون في الرضاعه. خلاص، يبقى اذا ده النمو الجسمي في الرضاعه. ليه في الرضاعه؟ لان هنا اشار الى ان التحكم في عمليه الاخراج بيكون بنسبه ضعيفه، ما بيقدرش يتحكم في نفسه، وده بيكون في الايه؟ في مرحله الرضاعه. مش عشان احنا بنحل اسئله الرضاعه يبقى هنختار الجسم في الرضاعه، لا، انا لازم اطلع المفتاح. اهو مفتاح الرضاعه فين؟ اهو التحكم في عمليه الاخراج ضعيف بنسبه ضعيفه، ما بيقدرش يتحكم في عمليه الايه؟ الاخراج. واضح جدا ان نمو الجسم في المثال بيقول لي هنا الغدد، وبيقول لي الرئتين والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، كل ده جسم، كل ده بيشير لنمو الايه؟ الجسم. ومفتاح مرحله الرضاعه ان التحكم في عمليه الاخراج بنسب ايه؟ ضعيفه. طيب، رقم 26. نصح خبراء التربية الأمهات بأن الطفل أقل من ال3 سنوات عليه أن يدرك أنه فرد بحد ذاته منفصل عن الآخرين. ففي البداية يجد صعوبة في فصل نفسه عن والده، لكن مع مرور الوقت يتعلم ذلك تدريجيا وتلقى هذه السمات، فيجب أن يتخصص له مكانة لا يمكن لغيره أن يحتلها، بما في ذلك أفراد أسرته. يبقى إذن كده أنا بعوده أو بعلمه، بربيه على حتة الاستقلال بإيه؟ بالنفس. ماشي، يجب أن يدرك أنه فرد بحد ذاته، فرد مستقل منفصل عن الآخرين. يبقى إذن هنا المثال بيشير إلى أحد الصفات الإيجابية اللي بيكتسبها الطفل في الرضاعة، وهي الاستقلالية. تمام؟ طيب، 27. نمو الجهاز العصبي للطفل يتطور بشكل سريع ومميز، فيزداد وزن المخ وحجمه، وتتميز أجزاء الجهاز العصبي الأخرى وتصبح أكثر تعقيدا، ويزداد التحام الخلايا العصبية بالمفاصل شيئا فشيئا، الأمر الذي يبرر سرعة اعتماد الطفل على نفسه وتطور حركاته اللا إرادية. أنا ربطت هنا يعني النمو الجسمي عند الطفل بالأعضاء الداخلية، أهو الجهاز العصبي. يبقى إذن هنا طالما بيشير في المثال إلى أعضاء داخلية، يبقى ده النمو الإيه؟ الجسمي. نموها هيؤدي إلى نمو الإيه؟ الحركات وتطور الحركات بتاعته. يبقى إذن هنا أنا بتكلم على الجهاز العصبي، يعني بتكلم على أجزاء الجسم والخلايا العصبية. التحام الخلايا العصبية بالمفاصل هي اللي هتؤدي إلى نمو الحركات عند الطفل. يبقى إذن المثال طالما أشار فيه إلى أعضاء في الجسم، يبقى ده النمو الإيه؟ الجسم. طيب، نروح بقى لرقم 28. يقول أبو جعفر يزداد الطول والوزن وتنمو العضلات من حيث الحجم، ويزداد الوزن بمعدل أسرع من زيادة الطول، وفي نهاية المرحلة يصل إلى تلت الطول عند الرشد. إذن هنا بيقارن ما بين الرشد ومرحلة تانية. ماشي، ما بين الرشد وما بين إيه؟ مرحلة تانية. وطبعا المرحلة اللي قارناها بالرشد هي مرحلة الرضاعة في النمو الجسمي. احنا قلنا بيبلغ طول الرأس في مرحلة الرضاعة ربع طول الجسم تقريبا، بيفضل بقى يقل حجم الرأس لحد ما يوصل لتلت ايه؟ تلت الجسم. حجم الرأس بيوصل لايه؟ لتلت الجسم تقريبا. يبقى اذا هنا المقارنة ديت طالما هنا جاب سيرة الرشد وقارنها بمرحلة تانية، يبقى المرحلة التانية هنا يقصد ايه؟ يقصد الرضاعة، والمقارنة ديت كانت في النمو الجسمي. تاني، احنا قلنا هنا حجم الرأس في النمو الجسمي في الرضاعة بيبقى ربع الجسم، بيفضل يقل الحجم ده لحد ما يبقى التلت في مرحلة الايه؟ في مرحلة الرشد. 29. يستجيب الطفل للأضواء المبهرة بغلق جفن عينيه، وقد نجده يأتي بحركات متوافقة للعين لأعلى أو لأسفل لمتابعة ضوء أو شيء مرئي أو لعبة متحركة من جانب جسمه، ولكي يتم ذلك يجب أن تمر الأشياء في مدار رؤيته. تمام؟ طيب، هو بيقول لك هنا هو بيلفت انتباهه ألعاب متحركة، وقلت لكم ده في الذكاء الجسدي الحركي. لو جبنا لسه امبارح لما كنا بنشرحه قلنا هنا ايه؟ لو جبنا لعبة بتتحرك ولعبة ما بتتحركش، ماشي، ايه اللي هيلفت انتباه الطفل؟ اللعبة المتحركة. ليه؟ لأن الذكاء عند الطفل ذكاء حسي حركي، يعني بيلفت انتباهه الأشياء المادية المتحركة، وده طبعا في النمو الايه؟ العقلي. الذكاء الحسي الحركي ده في
النمو الايه العقلي شرحناه امبارح. رقم 30. أكد بعض المتخصصين في النمو الإنساني على أن دموع الطفل وابتساماته وتعبيراته قد تبدو في الظاهر شبيهة بالاستجابات النفسية المعقدة لدى الرشد، إلا أن هذا التشابه لا يعدو كونه أمر سطحي. هنا يعني أنا بتكلم على النمو النفسي، ماشي، بتكلم على الإيه النمو النفسي، والنمو النفسي هو النمو الإيه الانفعالي. 31. سمة من السمات المهمة التي يركز عليها الآباء لتنميتها في أطفالهم، وتعد من أقوى الأسلحة لمواجهة العالم، فكل ما يحب الطفل ليس حياديا بل يؤثر على شخصيته ونموه. ماشي، طيب إيه هي السمة اللي بيركز عليها الآباء واللي هتخليهم أقوى الأسلحة لمواجهة العالم؟ هي الاستقلال. ماشي، هي تنمية شخصيته على الاستقلال، حتة انه يبقى من اقوى الاسلحة لمواجهة العالم. ماشي، يبقى ده المواجهة، القدرة على المواجهة، ده بيكون ناتج من تنمية القدرة على الاستقلال الذاتي والاعتماد على النفس. 32. أشارت بعض الممارسات المجتمعية في مجال النمو إلى أنه قد تلاحظ الأم في الشهور الأولى رضيعها بأنه في معظم فترات اليقظة تكون عيناه تائهتين ولا يظهر أي تعبير بهما، ولكنه يستجيب لابتسامتها له. تمام، طيب عينيه تايهين، يعني ما بيقدرش يركز في الرموز، ما بيقدرش ان هو يركز في اللي بيحصل حواليه، لكن هو بيستجيب لابتسامتها ليه. خلاص، طيب يبقى ده بيشير للنمو بيشير للنمو الاجتماعي. خلاص، ليه؟ لان هنا لما بيشوف امه بيبدأ يعبر عن فرحه لرؤيتها، فده طبعا بيجسد النمو الاجتماعي والانفعالي. ما هو النمو الاجتماعي والانفعالي مع بعض. ماشي، يعني حتة ان هو بيعبر عن فرحته بالابتسام لرؤية امه، ده طبعا احد مظاهر النمو الاجتماعي عند الطفل. رقم 33. يلحق الطفل حالة من الرعب والصراخ واللجوء إلى ذراعي أمه عندما يسمع صوتا عاليا أو يظهر شخص غريب، أو عند شعوره بغياب شخص معين اعتاد عليه كالأم أو الأخوة. ماشي، طيب بيشعر بالرعب والخوف، ده انفعالات، دي انفعالات بتبدأ تظهر عليه في مرحلة في مرحلة الرضاعة. خلاص، لأن هنا هتيجي تقول لي طب ليه هي الرضاعة، ليه مش الطفولة؟ خلاص، ليه مش الطفولة؟ لأن في مرحلة الطفولة خلاص بيبدأ يظهر عنده الذكاء الاجتماعي، يعني خلاص هو عنده القدرة على إنه يميز ما بين الأشخاص الغرباء والأشخاص المألوفين، فالكلام ده ما بيبقاش عنده في مرحلة الرضاعة. خلاص، يبقى إذن هنا حتة إنه يصرخ ويترعب ويجري على أمه لما بيسمع صوت حد غريب، ده طبعا بيكون في النمو الانفعالي في مرحلة الرضاعة. يعني مرحلة الطفولة خلاص، يعني الطفل كبر، النقطة دي مش هتبقى موجودة عنده، لأن هنيجي بقى في مرحلة الطفولة هنتكلم على حاجة اسمها الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي بيبدأ يظهر عند الطفل في مرحلة الطفولة اللي هنبدأ نتكلم عليها الحصة اللي جاية إن شاء الله. سؤال رقم 34، آخر سؤال في مرحلة الرضاعة. ساعد أحد الباحثين بتجاربه والتي قام من خلالها بمراقبة ردود فعل الرضيع مثل حركات التمدد والانحناء عند تعريضه للمؤثرات الخارجية والكشف عن امتلاك الطفل هذا النوع من ردود الفعل. يقوم الطبيب برفع الطفل بلطف ثم يتم إطلاقه فجأة، وتكون الاستجابة الطبيعية للطفل هي قيامه بفتح يديه وتمديد أطرافه العلوية، يليه انحناء الأطراف العلوية للأمام بوضعية تشبه الاحتضان. المثال هنا بيشير إلى حركات بيقوم بيها الطفل في مرحلة الرضاعة، وطالما المثال هنا أشار إلى حركات واستجابات من الطفل بأجزاء من جسمه إلى مؤثرات خارجية، يبقى إذن هنا ده ده النمو الجسمي. خلاص، هنا حركات اهو،
حركات التمدد والانحناء عند تعريضه لمؤثرات خارجية. والحركات يبقى ده النمو الجسمي. كده نكون خلصنا أسئلة كتاب الامتحان على مرحلة الرضاعة. الأسبوع الجاي إن شاء الله هناخد مع بعض مرحلة الطفولة المبكرة، ودي المرحلة اللي بتبدأ بنهاية الرضاعة وبتنتهي بدخول المدرسة الابتدائية. هناخدها إن شاء الله ونحل أسئلتها في كتاب الامتحان. الأسئلة اللي احنا شايفينها ديت ابتداء من السؤال رقم 35.